النهاردة هنتكلم عن سؤال بيتكرر جدا، بيتكرر كتير. ليه بعض الناس رغم انهم اتأذوا قبل كده بيلاقوا نفسهم مرة واتنين وتلاتة داخلين في علاقات مع شخصيات نرجسية؟ هل الموضوع سوء حظ؟ هل هو نوع من الجذب؟ هل فعلا احنا بننجذب بشكل غير واعي لنمط معين من الاشخاص؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة، حلقة طولت بس هنا انا السبب فيها لان انا كنت عيان جدا. النهارده الحمد لله جبنا دكتوره مي في ميعاد جديد، وكل حلقه يبقى ميعاد اجدد، وهنسلم على دكتوره مي. عامله ايه يا دكتوره؟ تمام، الحمد لله. ايه ايه الاخبار؟ الاخبار؟ الحمد لله بخير. عامله ايه في حر اغسطس الجميل؟ مش طايقين نفسنا الحمد لله. هل الحر مفكرنا باللي حصل المره اللي فاتت ولا خش بيه؟ انا واحد، انا اللي بقدم وناسي. اعتقد احنا المره اللي فاتت كانت النرجسي تحت المجهر. احنا صح. عرفنا نلقط النرجسي وسط الناس، ليه علامات معينه اتكلمنا فيها ان هو الشخص ده نرجسي. ومع صح. ذلك احنا بنلاقي الشخص ده ليه كاريزما كده، لانه في اشخاص معينه بتحبه، بتنجذب ليه. طب يا دكتور، هو فعلا في شخصيات بتنجذب للنرجسي اكتر من غيرها؟ بس خلينا بس يعني نتكلم ايه في الحتة دي، لانها هنصحح الفكرة. يعني مش معنى ان شخص دخل علاقة مع نرجسي انه بيحب النرجسيين، او مثلا مكتوب علينا ان احنا نقابل ناس مؤذيين بس في حياتنا. يعني ممكن الشخص بعد فترة من ان هو دخل في علاقة او اكتر من علاقة مع ناس نرجسية يشك في نفسه. مم. فهو بس خلينا نتكلم ان في انماط نفسيه معينه ممكن تخلي الشخص زي ما بيقولوا اكثر قابليه للانجذاب للنرجسي. يعني او النرجسي بيلقطه. تمام. تمام. او ان هو يقدر يتحمل العلاقه بعد ما تبدا. يعني في ناس تقدر تتحمل العلاقه، آه، او بتبقى محتاجه حاجه معينه. النرجسي خلاص اكتشف ان الشخص ده عايز حاجه معينه، فانا هديها له عشان يستحملني بقى في الاذى اللي انا هاذيه. والاهم هنا ان النرجسي هو ذات نفسه عنده قدره عاليه على ان هو يكتشف إن الاحتياج النفسي اللي قدامه. يعني هو عارف الشخصيه دي عايزه ايه. عايزه حنان، عايزه تطمني، انا هديكي ده في الاول عشان يقدر يستغلها جدا في الاخر. وده ملوش دعوه بالقصور اللي فيها، بدليل ان هي ممكن تكون حد عادي او او حد عادي وانجذب او انجذبت لنرجسي. صح. فاحنا هنا اتكلمنا عن الشخصيات العاديه اللي تنجذب لشخص وبعد كده بتكتشف انه نرجسي. ساعتها بتختار، يا اما هتقدر تتعامل مع ده يا اما تمشي. لكن احنا هنا بقى بنتكلم عن نوع معين من الشخصيات انمطها ان هي بتجذب وبتنجذب للنرجسي، صح كده؟ مم. صح. اوكي، يلا بينا. ايه بقى الانماط دي وايه الشخصيات دي؟ بص، ايه اكتر شخصيه ممكن تنجذب للنرجسي؟ اللي عندها احتياج شديد للحب. يعني عايزه تحب، مش عارفه تعيش من غير حب، مش عارفه تعيش من غير تقدير. بتشوف بتشوف تقديرها وقيمتها في عين اللي قدامها. يعني ما تقدرش تعيش كده زي الناس الطبيعية. لا، هي على طول محتاجة ان يبقى في حد في حياتها. تمام. خصوصا لو الشخصية دي اتعلمت من صغرها ان الحب لازم يكتسب. يعني اللي هو انا لازم احصل على الحب، وممكن اعمل حاجات عشان اخده. تمام. فاهمني؟ يعني الشخص ده هو اصلا جواه اعتقاد لو كنت كويس كفاية كنت هتحب من غير شرط. فهو ممكن يعمل اي حاجه عشان يتحب. فده ممكن يقع بسهوله في علاقه مع نرجسي. النرجسي في الاول هيخليه يحس بايه؟ هيخليه ان هو يحس انه لقى الشخص اخيرا اللي لقاه وفهمه وشايفه ومقدره. يعني خصوصا البنات اول ما بتتعرف على النرجسي، انا لقيت حب عمري، انا لقيت شريك حياتي، ده شبهي بالظبط، ده فاهمني وشايفني ومقدرني. لا، هو لقط فيكي ان انت محتاجه امان او حب او احتياج عاطفي. هديهولك بس في الاول، بعد كده هيقضي على كل الامال دي في الاخر. وده بيودينا ان هو ممثل شاطر، ده اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت.
والمرحله الاولانيه اللي هي اللاف بامب هيديها كل اللي هي عايزاه في الاول. وده يعني هو شم ريحه الاحتياج، اداها الاحتياج الله لحد ما ينور عليك. يعمل لنفسه مكان في حياتها ومكان في يومها اللي هو مش هيعدي من غير ما يتكلم. وهنا هو فعلا يبدا هو، بقى. ودي العلاقه بقى انا بسميها ايه، يعني بتبقى علاقه مش حلوه، اللي هو انا 24 ساعه معاكي، مفيش حاجه اسمها كده. يعني المفروض انت ليك حياتك، انا ليا حياتي، وبنطمن على بعض، بنتكلم مع بعض. لكن النرجسي في الاول، وده برضو للبنات وللولاد، لما تحس ان اللي قدامك او اللي قدامك 24 ساعه معاكي، دي مش علاقه سويه. 24 ساعه في التليفون، بيلحقك من تطبيق لتطبيق، من انا هقابلك، انا مش عارفه انت فين، انا هجيلك. لا، هي دي مرحله اللاف بامبنج، لان الطبيعي ان احنا مش بنعمل كده في بعض. دي الاساسات اللي بيرميها عشان يطلع عليها المبنى بقى اللي كله عقده وامراضه، وفي الاخر هيبقى ضحيه وهيستغرب من رد فعل الناس. ما هو معلش يعني الطرف التاني لو عنده حياته يبقى النرجسي هيبقى لازمته ايه؟ هو النرجسي عايز حد ملوش غيره الله ينور عليك، علشان لان هو يبدا اصلا بيتغذى يتغذى. على الاهتمام. فهمت؟ عشان هو يبدا يتغذى من الحاجه دي، بيتغذى من ضعفه والكسور اللي في الشخصيه اللي قدامه. لان اعتقد لو شخصيه سويه ولقت ده هتبعد، فما حصلش الانجذاب ما بين الشخصيه اللي عندها حاجه للحب والارتباط والشخصيه النرجسيه اللي هي عندها حاجه للضعف في الطرف التاني عشان يستغله. صحيح. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا انواع الشخصيات اللي بتنجذب للنرجسي. اول حاجه كانت حد عنده احتياج للحب، احتياج ان يبقى في حد في يومه، حد في حياته، حد يبقى هما الاتنين يبقوا محور بعض. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان النرجسي رغم كل اللي فيه ده في شخصيات معينه بتنجذب له. بس اتكلمنا عن حاجه في الاول يعني هي استوقفتني شويه، وهي اللاف بامب، الحاجه اللي هو بيعمل اساسات العلاقه. زي كده العماره اللي بتتبنى بنعمل لها خوازيق. النرجسي ده هو عباره عن خوازيق بس، مفيش مونه، مفيش حديد مسلح، هو خوازيق بس. ايه بقى اللاف بامب دي وايه اللي بيعمله فيها عشان يعمل لنفسه مكان في حياة اللي قدام اللي هو خلاص مفيش رجعه، ده بقى ادماني؟ هي مرحله البدايه دي اخطر مرحله، او حاجه مهمه جدا. تمام. يعني هي المرحله البدايه دي اللي بتعمل مشكله. هي مش كده، هي الفكره ان النرجسي بيبدا العلاقه بجرعه كبيره جدا من الاهتمام والاعجاب. هو مش هيكمل كده، هو بس هيدي الضحيه بتاعته الجرعه دي. ليه بقى؟ علشان هي طول الوقت لما تيجي تحب تمشي تفتكر المرحله دي، او هو لما يحب يمشي يفتكر شريكة حياته او البنت اللي كان مرتبط بيها بالمرحله دي، فيقعد بقى على امل انها ترجع تاني في المرحله دي تاني. فهمتني؟ وده يطلع لنا الاعذار، هو اكيد مضغوط، اكيد شغله، هو مش كده، هو ما كانش كده، وهنستنى بقى رسائل كتير واهتمام كتير وكلام كتير ان انت مختلفه، وان انا اخترتك وسط البنات الكتير اللي هم كانوا بيطردوني، بس انا اخترتك انت وعمري ما هقابل حد غيرك ولا زيك. دي مرحله اللاف بامبنج. المشكله ان هو يعني ان انت ما بتبقاش متعلق بالنرجسي او النرجسيه بشكل حقيقي، ده مش حب. انت متعلق بالنسخه اللي قدمها لك، اللي هي نسخه اصلا مش حقيقيه. مش بني ادم طبيعي هيبقى لازق لك 24 ساعه شايفك ان انت كل حاجه فيك 100%، مفيش شايفك ملاك، مفيش كده. يعني احنا بني ادمين، فهو بيديك النسخه دي، انت بقى بتبقى عايش طول العلاقه. ممكن حد يوصل ل 20 15 سنه 16 سنه اكتر من كده على امل انه يرجع النسخه الاولانيه. هو كان مغرقك بس. بالظبط. احنا كنا في 10 15 سنه يعني اكيد في جواز يعني في اطفال. هنا بقى هيبدا يظهر مجتمعنا بالطبع اللي هو مش احسن حاجه فيه. هنعيش عشان الولاد، هنعيش عشان البيت، بس احنا عايشين عشان حاجه مش هتحصل. الولاد ربنا يبارك فيهم، حياتهم هتستقل، هيبعدوا عننا، وساعتها هنرجع تاني لمرحله انتظار الحاجه اللي مش راجعه. اللاف بامبنج بدايه النرجسي اللي هو عمل لك البدايه المظبوطه او عملت لك البدايه المظبوطه، اللي هو يخليكي تعذريه في اي ضغط، تعذريه في اي بعد، تعذريه في اي عدم اهتمام وتجاهل. لا ده مش كده، هو بس ايه،
مشغول في شغله ومشغول مع عيلته، المفروض ابقى جنبه كمان، لان احنا هنفضل عايشين على رفاف، او هنفضل عايشين على ايه، على حلاوة اللي فاضل من البدايات، على امل انه يرجع تاني، بس مفيش رجعة. ما كانتش شخصيته اصلا ولا نسخته، هو كان بيفرش بنسميها والاقنعة مرحلة كده كده هتقع، صح. ايا كان الدنيا عاملة ايه لازم هتقع، لان محدش بيفضل يتصنع طول عمره، محدش يقدر يتصنع طول عمره. صح. ده بس النرجسي بيقعدوا ده. فترة طويلة، يعني ممكن ياخد وقت كتير بيمثل. عشان كده الضحية بتقعد تقول بس معقول كان بيمثل سنة، معقول كان بيمثل كل ده. اه. ما هو على حسب الضحية ايه بقى، لو الضحية حد عادي، او لو الضحية حد من الشخصيات اللي عندها اضطراب معين فبتجذب وبتنجذب للنرجسي. مرحلة اللاف بامبنج على حسب مرحلة البداية دي والأساسات دي على حسب الطرف التاني برضو عامل ازاي. ما هو الطرف المستقل اللي عنده شغله واللي عنده حياته ممكن ما يركزش فيها قوي، ممكن هو أصلا ما يقدرش يكمل، هو بيتغذى على ضعف اللي قدامه. وانس ان هو شم ريحة الضعف ده خلاص هو مكانه اتحفظ، ومفيش رجعة، ولا في رجعة لبدايته معاها أو بدايتها معاه، ولا في رجعة أصلا لأي حاجة كويسة بينهم، لأن كل ده كان عبارة عن كتلة من الأنانية. أنا عايز أشوف أنا هحس بنفسي إزاي، هحس بنفسي وسط الناس إزاي، البرستيج اللي بيديهولي الشخص ده قدام الناس، قدام عيلتي، قدام نفسي. لأن هو لو قابل شخصية قوية إيه اللي هيخليه يكمل؟ هو مش عايز القوية دي في حاجة. بس غالبا يعني في شخصيات بتبقى قوية بس بتنخدع، لأن هي كده كده عندها حاجة للحب. يعني ممكن تبقى قوية بس مش يعني ما عندهاش وعي، او مش متعافي، او مش كامله بذاتها، هي مش حاسه انها كامله بذاتها. يعني ممكن تكون يعني جواها قوه بس لسه ما وصلتش لاحسن نسخه منها في حته، لان كلنا مش كاملين، مش ما فيش حد سوي 100%. بالظبط. فممكن تكون لسه فاضل عندها حته الاحتياج للحب، انا مش عارفه اعيش لوحدي، او في حد لازم يجي يكملني. لا، انت مش ناقص عشان حد يكمل، وانت مش ناقص عشان حد يكمل. وعلى أمل إن اللي في البداية ده يرجع زي ما كان، هو ده طبعا مش هيحصل. طيب احنا دلوقتي عرفنا نرجسي وعرفنا البداية وعرفنا كمان هو ليه بيفضل متعلق بعد ما يبدأ الأذى، على أمل إن اللي جاي يحصل، على أمل على أمل إن البداية اللي حصلت دي ترجع تاني. طب احنا ممكن نقول ايه تاني؟ هقول لك هنا يعني لما النرجسي بيبدأ بيأذيك تمام ويحبك، يعني بيهتم بيك ويأذيك ويعتذر ويهتم ويأذي، في حاجة هنا يعني بيخلق حالة زي التعزيز المتقطع. يعني الشخص مش بياخد حب بشكل ثابت، مرة ياخد اهتمام شديد قوي ومرة يتسحب منه كل حاجة، فبيخلي التعلق أقوى لأن المخ بيفضل مستني. فاهمني؟ يعني امتى بقى الشخص الحلو اللي عرفته في البداية يرجع، فبيبقى عنده حاجة تعلق بقى، ده مش حب. ده اللي بيخليه يفضل متعلق رغم ان الصورة بانت، مستني الفاصل الإعلاني اللي فيه الوجبة الدسمة او اعلان المطعم الفلاني اللي هيطلعه من جو المسلسل الدراما الكئيب اللي بيتفرج عليه. وهو على امل ان الفاصل ده، انا دلوقتي في الفاصل اوكي هانجوي، هيجي تاني امتى معرفش، خليني في اللحظة دي. فاصبحت حياته مستهلكة بناء على فواصل، بناء على التاني ده هو جاية معاه بايه النهاردة، انا حدي النهاردة ولا مش النهاردة، موجود معايا ده جاي معايا ان انا يومي رايق ان انا ممكن احب اللي قدامي وادلعه شوية ولا لا نكمل. فده اللي بيخلي التاني متعلق رغم ان الاذى اللي بان بقى بيبقى بالبلدي كده بيتنشأ على حاجة من الحاجات الحلوة بتاعت البدايات. وعلى فكرة الذكاء مش بيمنعنا من الاحتياج، يعني ممكن تبقى الضحية او سواء ذكر او انثى ذكي جدا واجتماعي جدا وشخص ناجح جدا ومستقل وواعي، بس هو عنده حاجة للحب، فالاحتياج العاطفي ده كارثة. هو عرف يدخل له منها، انا بقى حبيبك، انا النسخة اللي عمرك ما تعرف وعمر ما حد هيحبك. يعني اكتر الضحايا اصل هو بيحبني قوي، يا الحب ده هيروح لواحدة غيري،
فانا عايزه الحب ده اللي هو اصلا مش حب، ده انت حضرتك متعلقه وحضرتك متعلق، وهو مش بيحبك، هو هيتغذى عليك. فهمت. بس ده هياخدنا للي جاي. يبقى احنا اتكلمنا كده في ايه؟ احنا كده اتكلمنا في الذكاء، ده هياخدنا للقوة. أنا الشخص اللي عنده شخصية قوية ممكن يقع في علاقة نرجسية من البداية. احنا هنا بقى مش بنتكلم في القوة اللي تخليه يستغنى، لا احنا بنتكلم في البداية خالص. الشخص القوي ده هل لما هيشوف الفرشة بتاعت النرجسي مش هيلقطها، ولا احتياجه للحب هيغلب على رؤيته وهيتعمي ساعتها؟ لا هو ولا مثلا ان هو ضعيف او غبي، ولا لا، ممكن تبقى الشخصيه قويه زي ما قلت لك من شويه. هو الفكره في الاحتياج. يعني دي خرافه ان انت طالما نرجسي قابلك وتعامل معاك بقى وانت ضحيه، انت غبي او ضعيف او مش شخصيه قويه. لا، هو الفكره في الاحتياج. في ناس ما بتعرفش تعيش من غير ما حد يحبها، وده مش حب، هو بيبقى فاكر كده. يعني ايا المفروض كان نتعاون بقى. ان احنا نعيش لوحدنا. انا كامله بذاتي، حد جه يزودني اهلا وسهلا، مش حد هيكملني. وعود نفسي، وده اللي بنتعلمه في العلاج الجدلي، ان انا اعيش لوحدي عشان اعزل. بس مش لازم حد يبقى بيحبني في او انا زوم، بحب حد. في زوم معينة احنا مبسوطين بيها مع نفسنا. يعني انا واحد من الناس اجتماعي، بخرج ساعات اقابل ناس، بس في مكان معين ممكن اكون ما بقولش لحد عليه، لان المكان ده بتاعي. اتعود اقعد مع نفسي. خلاص المكان ده اللي هو لو قاعد مع حد، لو هتكلم مع حد ممكن يبقى الاستاف اللي هناك وانا بطلب الحاجه اللي هشربها او هاكلها، بس خلاص المكان ده بتاعي. ومع ذلك ده ما بيسلمش. الشخصيه القويه مش هتسلم من النرجسي، بس هي بتختلف هتلقطه امتى، وهتحمي نفسها امتى، او هيحمي نفسه امتى، وامتى هيعرف يعني امتى يبعد. هي كلها تفاوت. صح. فاصبح ان القوي ما لهوش برضو مفر ولا منجل، لان القوي ده زيه زي اي حد عادي عايز اهتمام. هتختلف درجه الاحتياج، بس ستيل هو عايز اهتمام. طول ما انت بتدور على الحب وعندك احتياج عاطفي، هتقع في علاقات غير سويه. خلاص انا مش عايز حب، ممكن اعيش كده بطولي، تبدا تخش في علاقات سويه، او يتجلى في حياتك شخص سوي. تمام. ده كده هياخدنا للمرحله اللي جايه. احنا كده اتكلمنا في الاحتياج واتكلمنا في القوه. طب الشخص بقى اللي هو مسخر نفسه للناس، ده طبعا اكتر عرضه من اي حد تاني. النرجسي بيلقطه. هل الشخص المنقذ بقى ده، او اللي بيحب يساعد الناس وبيلغي نفسه، بيكون اكثر عرضة للنرجسي، ولا ممكن يبقى فيه يعني ذكاء الانقاذ، اللي هو انا بنقذ اللي قدامي، عايز الحق اللي قدامي، فحد اعرف اذا كان اللي قدامي ده يقدر يأذيني ولا لا. زي المنقذ في البحر بيبقى عارف ان هو داخل على حد، بيبدأ يقول له قبل ما يوصل له احنا كده هنغرق احنا الاتنين. بس انا كده عايز اسمع الرد بقى. هل ممكن يكون اصلا الشخص المنقذ اللي بيحب يساعد الناس اكتر عرضة من غيره، ولا حتة الذكاء اللي عنده دي ممكن تنجيه من النرجسي؟ ما احنا قلنا بقى ان ملوش دعوه بالذكاء. ما احنا بنتكلم في المنقذ بقى، ما هو الذكاء في كل شخصية متفاوت. لو حد طبيعة شغله ان هو ينقذ اللي قدامه، ده لو غبي هيموت قبل اللي قدامه. احيانا لان الشخص المنقذ ممكن يشوف النرجسي شخص محتاج يتصلح. يعني هي تشوف ان الشخص ده عنده مميزات كتير، طبعا التمثيليه اللي هو عاملها، او هو يشوف ان البنت اللي هو اختارها دي عندها مميزات كتير بس محتاجه تتصلح، فيقعد يقول ايه، هو مش وحش، هو اتأذى. لان النرجسي برضو بيرمي لك شويه كلام ان هو حياته ما كانتش احسن حاجه عشان تتعاطف معاه. فانا لو حبيته قوي وعوضته، هو ممكن يتغير. هو محتاج حد يفهمه، محتاج حد يحتويه، لان احنا مفيش حد بينقذ حد، هو محدش بيغير حد. فانت بدل ما هتتحول لشريك حياه، هتتحول لمعالج او منقذ. ده مش دورك، حتى لو انت عندك المؤهلات دي علاقه مرهقه جدا. انا مش جايه ادخل في علاقه عشان اصلح اللي قدامي. هي كارثه، كارثه مع المؤهل واللي مش مؤهل، لانها تبقى علاقه مرهقه. بالظبط. المؤهل هيستنفذ، صح، واللي مش مؤهل هيغرق. رغبته في الانقاذ هتغلب عليه، ان هو عايز
اللي قدامه ده هيفضل عايش على حته البدايه. يعني هي لاف بامبينج بتاثر كل حد بطريقه مختلفه، حتى المنقذ ما سلمش. لان انت بدل ما هتسال نفسك هل العلاقه دي مناسبه ليا، انت هتفضل تسال هو انا هصلحه، هو ينفع يتصلح؟ اصل هو بيتصلح 5%، اصل هو بيتصلح 15%، ده انا غيرته. يعني ما ينفعش نبقى في علاقه طول الوقت قاعدين نسال نفسنا الاسئله دي. احنا المفروض نشوف الشخص مناسب ولا لا، مناسب هنكمل، مش مناسب خلاص مش مناسب لي، او العيوب اللي عنده انا ما اقدرش استحملها. بس هنوريك ده امتى؟ هنوريك ده واحنا مرتبطين، واحنا متجوزين، واحنا بينا اطفال. لان دايما الرحله الغلط دي طول ما احنا مكملين فيها كل ما مصاريف العوده بتبقى مكلفه اكتر. صحيح. والمره دي المقابل مش فلوس. عايزه اقول لك ان الناس اللي اتعرضت لنرجسيين او نرجسيات كتير في حياتها بيبداوا بقى بعد فتره من الوعي بقى والصحوه ان هم يعرفوا الشخصيه دي نرجسيه ولا لا. خلاص بيبقوا خبره. بس بعد ايه بقى؟ والله انا مش شايف بعد ايه، على حسب الموضوع بيتفاوت. بس دايما لو دخلت حاجه علمتني حاجه ساعتها انا هو للاسف ما اقدرش اقول انه طالع كسبان، لان احنا نفسنا دايما هتوجهنا للسلبيات شويه، اللي هو احنا خسرنا ايه في الموضوع. بس هنا دايما علاقتنا بربنا بتفرق في الحته دي. صحيح. طيب بالنسبه للبيئه، وهنا هنتكلم عن بيئه الاتنين، الضحيه الجاني والمجني عليه. دلوقتي هل ممكن يكون السبب ان الشخص اتربى اصلا في بيئه نرجسيه؟ وهنا تاني انا بقصد الجاني والمجني عليه. هل بيئه النرجسي هل بيئه معينه بتطلع نرجسي، وهل في بيئه معينه بتخلينا ضحيه للنرجسي؟ بص هجاوب على الجزئيه الثانيه الاول. يعني هقول لك ممكن اللي هو البيئه تخلينا ننجذب. دي بقى هقول لك عليها، لان حته النرجسي دي فيها اقاويل اللي هو بيئه النرجسي. بس هتكلم في البيئه اللي خلتنا ننجذب لشخص نرجسي او بيئينا. احيانا الانسان بينجذب للي هو مألوف، مش للصح. يعني انت مثلا زي ما متعود مثلا تاكل اكله معينه مش صحيه، انت متعود تاكلها كده، فلما يجي لك الصحي مش متعود فمش هتنجذب. انت رحت المطعم دلوقتي هتنجذب لايه؟ هتنجذب للحاجه اللي انت متعود عليها، مش هتنجذب للحاجه الصحيه. فهو بالظبط كده بقى لما بيتجلى في حياتنا شخص نرجسي واحنا كنا في بيئه اصلا معودين على الحب المفروض، او في بيئه معودين على الحب مع الالم. يعني تبقى ده نمط علاقاتك ان انا هألمك وهحبك الاثنين مع بعض. هيقول ده الطبيعي. انا ابويا بيحب امي بس بيتخانقوا ساعات بيضربها، بس بيحبها وهي تحلف بحياته. فهي هتطلع او هيطلع خلاص، ما هو ده العادي. دي التوابل اللي هي بتاعت اي علاقه. في ناس هتاخدها الثمن بتاع اي علاقه ان هي تبقى اللي هي تستمر، دي الحاجات دي موجوده ولازم نستحملها. وفي ناس هتوصل لمرحله ان العلاقه ما ينفعش غير بده. ايوه ده الشخص نمط علاقاته كده، فبينجذب لنمط العلاقات ده المجني عليه. هو كان بيتأذى. ايوه. فلما بيلاقي حد يأذيه تمام انا متعود على كده. دي بيئة المجني عليه. ايه المشكلة؟ لكن لو شخص اتعود في طفولته على الحب المشروط او النقد او ان هو لازم يرضي اللي قدامه، عشان يعني انت مش هتتقبلني الا لما ارضيك اما اعمل لك حاجة، فبيصبح بالنسبة له خلاص تمام، يعني ده الحب بالنسبة لي. ده الموضوع صعب قوي مع المجني عليه بالنسبة للبيئة اللي بتخليه ينجذب لده ويحس انه ده طبيعي. طيب احنا كده خلصنا المجني عليه، مظبوط؟ بالنسبة للنرجسي بقى خلينا نتكلم في البيئة اللي طلعت النرجسي نرجسي. تمام. بص في أقاويل. أول حاجة احنا مخيرين، يعني ما نقدرش نقول سبب التربية اللي طلع الشخص كده، لأن في ناس اتعرضت لنفس الظروف وأصعب وما اختاروش ان هم يأذوا اللي حواليهم. ده في ناس توأم. فأنا تعرضت لنفس الظروف. شخص اختار، احنا مخيرين، يبقى مؤذي للي حواليه ويبدأ يتلاعب عشان يحمي نفسه. انا عندي الطريقة اللي اتعودت عليها، اللي انا مثلا اذي ان انا اتلاعب واكذب، وده اللي بيحميني. بيبقى استخدمهم كميكانيزمات دفاع عشان يحمي صورته.
صورته اللي هي هشه، صورته اللي هي اصلا ضعيفه، صورته اللي هي وهميه، اصلا هو من جوه شخص قوي جدا. في اوقات البيئه بتاثر، سواء مثلا كان فيها ضرب، فيها نقد، ما تربوش في بيت، يعني ما كانش في بيت مستقر، من بيتنقل من بيت لبيت، وفي ناس اتربت في نفس الظروف وعادي ما اذتش حد. هو الفكره هنا في الاختيار، عشان ليه بقى؟ لان كتير من الضحايا يقول اصل هو ظروفه اللي دفعته لكده، اصل هو يا عيني ما اتحرم من مامته، اصل هو يا عيني اتحرم من بابا، اصل هو يا عيني ما كان عايش في بيئه فقيره. ما فيش الكلام ده، كلنا مرينا بظروف، بس الفكره ان احنا نختار نبقى مؤذيين ولا نختار نبقى لا مش هاذي حد. رحله البحث عن مبررات. وغالبا هو النرجسي بيستخدم ده، يعني النرجسي او سواء اب او ام او زوج او كده او زوجه، بيعرض شريك حياته المشاكل اللي هو مر بيها، عشان كل ما هتحب تمشي تقول يعني انا هبقى انا والدنيا عليك، انا وهكذا، كفايه ظروف. وده اللي بيخلي الشخص ممكن يكون فاكر ان النرجسي هو حب حياته لمجرد الظروف دي. هو شايف ان هو ضحيه، شايف ان هو هيرجع بعد ما يخلص وبعد ما يعالجه ويصلحه، هيوصل ويرجع لمرحله اللاف بامبنج او البدايه اللي هي هترجعه بجمال البدايات، المرحله اللي هي مش راجعه. وده اللي بيجذبنا وده اللي بيودينا للنمط نفسه. هو نمط مش حد هيتغير، وانجذابنا بيبقى ليه كده، عشان كده بنشوفه ان هو حب حياتنا. بس في الحقيقه يعني احنا حرفيا مع النرجسي الموضوع خطير لدرجه ان لو قلت ان احنا بنحفر قبرنا بايدينا مش هبقى ببالغ. طيب هل معنى كده ايوه كم لا نكمل اللي قبليه. ما لازم، عشان كده لازم نسأل نفسنا أسئلة. يعني مثلا العلاقة دي بتخليني مثلا أشغل دماغي كتير فيها، العلاقة دي بتخليني أحاول أثبت إن أنا أستحق الحب، بتخليني أصلح جرح قديم. ده مش دورك. يعني لازم قبل ما نفهم نمط تعلقنا أو نفهم إحنا ليه إحنا مش بنحبه، إحنا متعلقين بيه ايه. يعني لازم نسأل نفسنا أسئلة، هو في ايه؟ يعني انا داخل العلاقة دي اعمل ايه اصلا؟ اصلح بني ادم؟ مفيش حاجة اسمها كده، مش دورك. بالظبط، ده بيورينا فطرة العلاقات. الفطرة ان العلاقة ما تبقاش لود، ما تبقاش حمل قد ما هي تسندنا. اول ما هندخل في حتة التساؤلات الكتيرة والشكوك حوالين شخصيتنا، خصوصا لما نبدأ نشك في الكويس اللي فينا اللي هو تم استغلاله بشكل غلط، وابدأ اسأل هو انا وحش، هو انا وحشة، هنا ساعتها بدأنا نحط ايدينا على اول سكة العلاج. وايا كان بقى احنا بينا ايه، قعدنا قد ايه، لازم ننقذ اللي فاضل مننا ونمشي، لان هو تغييره مش هقول صعب، احنا بنتكلم في حاجة مستحيلة. صح. تمام. طيب هل معنى كده ان ضحية النرجسي هي اللي اختارت العلاقة؟ ما انا اوريدي انا ظهرت قدامك وان انا شخص وحش ومع ذلك انت مكملة، ولا الموضوع بيتفاوت من حد للتاني؟ لا، الضحية مش تبقى اختارت العلاقة. هي في فرق هنا مهم، ان الانجذاب مش معناه ان احنا نلوم الضحية. انت انجذبت ليه؟ عشان احنا يعني عندنا احتياج عاطفي، او الشخص ده بيبقى مهتم قوي بشكله، مهتم بطريقة كلامه، مهتم بيكي، عمل لك حاجات بسيطة جدا بس انت كنت محتاجاها، ما حدش عملها لك قبل كده، ان هو يبين لك اهتمامه. ايه ده؟ اخدت بالي وانت لما عملت كده، او انا اخدت بالي، ايه ده انت عينك وجعات. فانت حضرتك ما اخدتش الحب الكافي من اهلك، فاول ما لقيت حد بيهتم بيك خلاص ما هو الشخص ده. فاحنا مش هنلوم الضحيه، هي عندها احتياج، فهي بتحاول تفهم ايه اللي حصل بالظبط، وايه الاحتياج اللي هو استغله، وايه النمط اللي خلى الشخص يستمر. ايه النمط ده مثلا؟ يعني نمط علاقتي ايه اللي شدني ليه، عشان نقدر نكسر ده. تمام؟ مش عشان نقول له انت السبب. يعني ما ينفعش نقول لضحيه انت السبب، مش انت السبب. انت بتفهم نفسك ليه شديته، انت بتحطش حدود، انت بتبين قد ايه انت شخص بتحب تساعد الناس، انت ما بتعرفش تقول لا، بتتكسف، بتسامح، ما بتعرفش تطلب طلب بسيط. فهو النرجسي اصلا بيخليك تفهم نفسك. يعني انت اول ما بتقع بقى في العلاقه دي بتبدا تفهم اللي حصل معاك ليه. هل انت كنت طيب ومتسامح؟ هل انت مش حاطط حد؟ تمام؟ هل الاهتمام البسيط اللي تلاعب بيك، يعني تلاعب بيه عليك، هو ده اللي انت لقطته؟ بس فاحنا انت بتحاول تفهم نفسك، ما نقدرش نقول ان هو السبب. تمام. ايا كان هي الضحيه عليها مسؤوليه برضه، هي الطرف الثاني اللي انجذب من الاول. اسمها ضحيه بقى.
طب ازاي اعرف اني بنجذب للنرجسي بشكل متكرر؟ بص على النمط مش على الشخص. يعني لو علاقاتك تقريبا فيها نفس الحاجات، يعني شخص مثلا بتبدأ العلاقة بقوة وبعدين يهملك، تلاقي نفسك بتجري ورا الاهتمام، بتبرر الأذى، ده معلش اصله مضغوط زي ما انت قلت من شوية، معلش اصل هو اتأذى وهو صغير، بتحاول تثبت قيمتك، بتخاف جدا من الانسحاب. يعني لو الشخص ده اختفى يوم، ده هيسيبني، لا هعمل ايه من بعده، ما حضرتك كنت عايشة قبليه عادي. فلو لقيت ده بيتكرر، فالمشكلة هنا مش بس في الأشخاص، ده ممكن يكون نمط تعلق محتاج تفهم نمط تعلقك ايه. زي سايكل، ممكن زي سلسله احداث، زي طبخه اه بتعمليها ليها خطوات في التحضير لحد ما تخلص، زي الحياه يعني زي السلسله الغذائيه اللي في حياتنا دي. الحيوان ده اوريدي بيبدا كذا، بيتكون كذا، بينتهي في كذا. هي حاجه بتتكرر ايا كان الشخص. يعني احنا بنتكلم بقى عن نمط علاقات هنا، ده احنا بنتكلم عن موضوع نمط خطير ممكن تعلق. نتكلم فيه، نمط تعلق. ده كده بقى نمط لازم التعلق ده لازم كل واحد للنرجسي بشكل يعرف خاص وللناس لازم التانية بشكل عام. ايوه لازم كل واحد يعرف نمط تعلقه ونمط تعلق شريك حياته، ده يساعده جدا انه يفهم العلاقه عشان ما يضغطش. يعني مثلا لو واحده نمط تعلقها قلق والشخص اللي معاها تجنبي، فما ينفعش تضغط عليه مثلا، ما ينفعش تضغط، يعني تسيب له مساحته، فاهمني؟ فالقرايه في انماط التعلق بتخلي نحافظ على ايه الباقي من العلاقه، لو علاقه الى حد ما صحيه، مش طبعا فيها اذى. الموضوع كبير، الموضوع عايز مراجعة قبل الارتباط. احنا كده والله انا مفتقد جدا ايام ما كانت مشاكل الارتباط الاجهزة والقايمة، عارفة الحاجات دي؟ ده مش دلوقتي حضرتك، دلوقتي بتعرفوا على بعض إيه، مش هنقول له مثلا انت برجك ايه وبتحب لون ايه، انت نمط تعلقك ايه، خلاص تعالى بقى قول احنا لي كده الاحترام الموضوع النفسي وسع. اللي عندك. الموضوع وسع. انت ده احنا كده بنتكلم في خطوبة نرجسي 7 ولا سنين. حاجه؟ ما احنا هنعرف بقى الحاجة في اطارها الصح. لو اوريدي عرفنا حد، عرفنا نيته عامله ازاي، الدنيا تمام، اوكي يلا نعمل خطوبه عشان نعرف بعض، نلاقي نفسنا الجواز بيبعد وطاقتنا وحياتنا بتبعد معانا. وبنبدا نذاكر طب نفسي. مش للدرجه دي، بس بنقرا يعني. الفكره ان انت تبقى قاري بس في علم النفس شويه، او في العلاقات، او في انماط التعلق، على الاقل هعرف احمي نفسي، هعرف اشوف ايه اللي يمشي معايا، ايه الوعي. الوعي زاد جدا على فكره، يعني 2026 دي لا الوعي زاد ما شاء الله. طيب ده يودينا بقى لحاجه كده بالنسبه للجاني والمجني عليه والضحيه اللي بتنجذب للنرجسي بناء على البيئه، والنرجسي اللي ساعات بيستغل البيئه لمبرراته. ايه اهم رساله تحبي تقوليها لشخص بيقرر نفس النوع من العلاقات ده؟ اول حاجه اقول له ان مش مشكلتك ان انت بتختار غلط، يعني ما ينفعش نقول لواحده او واحد ده اختيارك من الاول، يعني عيب قوي السؤال ده او عيب قوي الاتهام ده، ما ينفعش نقول كده. احنا ممكن نقول له ان انت اتعلمت من زمان ان الحب معناه، يعني ممكن واحده تبقى دخلت او واحد دخل في علاقه مع زوجة نرجسيه واستحملها كتير قوي، او واحده استحملت زوجها كتير، فيجي حد يقول لها انت اللي اخترتي. لا، هي ممكن تكون، او هو ممكن يكون اتعلم من زمان ان الحب معناه انك تستحمل، يعني باباها او مامتها كانوا نرجسيين وكانوا بيقولوا استحملي، فهي اتعودت تستحمل، عندها صبر زياده او هو عنده صبر زياده. ولازم تثبت نفسك، احنا عشان نحبك ونسقف لك لازم تطلع الاول على الفصل، لازم تثبت انك كويس، تبقى اشطر حد في اصحابك، وهو اتعود انه لازم يثبت نفسه. وتجري ورا الشخص، ماما انا نظفت اوضتي ايه رايك، ماما انا غسلت السرير كده شاطره، فانت بتجري وراه تثبت له انك كويس، مع ان اللي بيحب حد، يعني حب الام لبنتها او حب الاب لابنه غير مشروط، فهو اتربى على حب مشروط، فتحاول تجري ورا الشخص وتحاول تعرفه وتحاول تعرفه نفسك. قصدي في بقى حاجه تانية اللي هو ايه، كانت في امهات كتير او ابهات يهددوا بالانسحاب، انا همشي ومش هتعرفوني مكان، فاصبح ولد عند الشخص ده خوف من الهدد، فاول ما الشخص اللي هو دخل معاه في علاقه يقول له انا هسيبك، تبقى ليله سودة بقى، مش هقدر اعيش من غيرك. طبعا هيبدا يشوف القصور كان فين، بما اننا متربيين في بيئه ذاكر عشان افتح لك التلفزيون، انجح عشان اشتري لك الحاجه دي، عشان نسافر السفريه دي، فده هيكمل معانا،
هيكمل معانا في كل حاجه في حياتنا، في شغلنا، في ارتباطاتنا، وده اللي بص، هي يخلينا دي ساعات عرضه. بتبقى مكافأة. يعني اللي انت بتقوله ده ممكن يبقى مكافأة، انت لو نجحت هنصيف مثلا او هتجيب لك حاجة. لكن انا بتكلم عدم قبول الطفل الا لما يبقى شاطر. يعني انا مش قابلاه كطفل او بنتي او ابني غير لما تبقى الاول على الصف، او شاطر قوي، او جسمك حلو، فانا مش قابلاك على وضعك ده. لكن فكره المكافآت بتبقى يعني ساعات بتبقى ضروريه او مفيده، لكن انا بتكلم في ان انا مش هقبلك غير لما تثبت ان انت كويس. فانت مش كفايه طول الوقت شايف انك مش كفايه، لازم تعمل حاجه. عارف الناس اللي لازم تعمل حاجه؟ انا لازم اعمل حاجه في الصف. يعني لدرجه ان ممكن حد يضحي كتير، انا هصرف ممكن واحده تصرف هي في العلاقه، او تحاول هي تعمل دور مش بتاعها، او هو يعمل دور مش بتاعه العلاقه. ليه؟ عشان هو شايف انه مش كفايه، بيقدم بقى. انا هقعد طول الوقت اقدم، مع ان الحب الصحي مش محتاج منك كل ده. الحب الصحي مش بيخليك طول الوقت تسال نفسك انا كفايه ولا لا. الحب الصحي بيخليك قادر تكون نفسك من غير ما تعيش في حاله من الخوف بس. والخطوه الاولى بقى ان انت تخرج من العلاقه النرجسيه دي، مش انك تلاقي الشخص الصح، لان في ناس ما بتعرفش تقعد من غير شريك زوج، يعني سواء ذكر او أنثى. واحده مش عارفه تعيش غير لما تبقى معاها شخص كده، او هو مش عارف يعيش غير لما تبقى معاه او هي كده. اللي هو ما ينفعش نقعد لوحدنا. معلش صوتك قطع شويه بس دقيقه. واحيانا اول خطوه للخروج من العلاقه النرجسيه مش انك تلاقي الشخص الصح. يعني اوقات في ناس مش بتعرف تمشي من علاقه غير لما تدخل في علاقه تانية، مش قادره تعيش من غير شريك حياه. يعني حتى لو مفيش ارتباط رسمي لازم حد ابقى بحبه ويحبني، مش هقدر اقعد كده خالص. لكن هنا الخطوه للخروج من العلاقه دي انك تبدا تعرف ليه الشخص الغلط كان مألوف بالنسبه لك من البدايه. يعني لو اي حد ما عندوش الحاجات اللي احنا حكينا عليها دي في الطفوله، او ما عندوش احتياج للحب، هيلقط الشخص ده ويفهم ان في حاجه غلط، مش هيرتاح له. ليه انت ارتحت؟ وليه كان بالنسبه لك ده مألوف؟ نرجع بقى نشوف بقى صدمات الطفوله، نشوف الطفوله. ودي حاجه مهمه جدا نبقى نعمل لها حلقه لوحدها. اوكي عايزه بس احنا تمام جدا. أو لو الحلقه دي خلتك تفتكر علاقه قديمه او علاقه لسه انت فيها، اسأل نفسك انت كنت محتاج ايه جدا لما قابلت الشخص ده. يعني لما قابلت الشخصيه دي او الشخص ده، ايه اللي انت كنت محتاجه؟ يعني لان فهم الاحتياج هو اول خطوه في تغيير النمط. انت كامل بنفسك، مفيش حاجه اسمها شخص يجي يكملني. لازم نفهم ده كويس قوي. لازم نحب نفسنا اكتر من اي حد. في ناس بتصحى من النوم تفكر في غيرها. انت للاسف في للاسف دي حقيقه. بتفكر في غيرها ولاغيه نفسها خالص. فاهم. فدول ما تعودوش ان هم يبقوا لوحدهم. ولو عايزين الطرف التاني، عايزين الطرف التاني علشان ينقذوه، بغض النظر عن رغبتهم او احتياجهم هم للانقاذ اولى من غيرهم. وده اللي بيوقعهم في النرجسي من البدايه خالص. هي النصيحه هنا تبقى للامهات والابهات برضو، ان هم ما يحبوش ولادهم حب مشروط، وما يحسسهمش ان انت مش كفايه. يعني اوقات كتير بتبقى الناس اتربت ان هو ايه، اه انت درجاتك كويسه، جسمك مظبوط، خلاص انا كده هقبلك. فده بيبقى متعود على كده ان هو لازم يبقى قدام الشخص اللي هيرتبط بيه بيقدم حاجه، او تحس انه مش كفايه، لازم يقدم حاجه عشان يتحب، ولازم يبقى فيه حب اصلا. فلازم نقبلهم زي ما هم، ولازم تبقى الاب والام علاقتهم مع اولادهم كده. انا بقبل ابني زي ما هو حتى لو في عيب. بالظبط. لا تبقى العلاقه مشروطه ولا تبقى العلاقه قايمه على مقارنه. احنا ناسين صح. ابن خالتنا او نقد، الكامل اللي ما فيهوش اي مشاكل. او نقد كل ما اشوفه اقعد انتقده، ما بقاش عندي ثقه في نفسي. بس ده هيودينا للموضوع ده هيبقى محتاج حلقه كامله. فاهمه. عموما كده النرجسي عرفنا نلقطه، وعرفنا نتعامل معاه، وتفرعنا منه بحاجات هنتكلم فيها قدام. ف بنحب يا جماعه نشكر دكتوره مي، وده بيورينا ان المساعده لازم تبقى من متخصص. انت ما تعرفش العادي اللي بتحكي له ده ما هو بناء على حبه ليك ممكن يوجهك ازاي. ولما هنيجي عن المساعد المتخصص، الكلام ده للبنات بس، البنات والستات. لينك دكتوره مي هيبقى في الديسكريبشن بتاع الحلقه، اللي عايز يتواصل معاها. اي حد فيه في حياته نرجسي، يا ريت نعرف بدري بقى.
لان احنا لما بنعرف متاخر الدنيا بتتعب. ودايما بنسبه كبيره في واحد تاني بقى مش نرجسي بيحاسب على فاتوره النرجسي. علشان ننقذ الراجل اللي هيحاسب ده من انه يوصل للمرحله دي، هنتواصل مع دكتوره مي. وانا بصراحه يعني بعد ما، لان انا كنت متابع دكتوره مي في الاول قبل ما اكلمها اننا نعمل حلقات، لا خلاص النرجسي غسيل ومكوى. اللي معاه نرجسي، اللي معاها نرجسي تعتبره خلاص هي جلسه واحده بس. الزيتون. انا عدو، ايه؟ انا بقيت عدوة النرجسي. لا هو اللي عدوك، انت عدوه ليه؟ انت اكبر ان انت تبقى عدوه لحد. هو ده مين النرجسي ده اللي هنقراه في الاخر؟ هو ليه مفكر نفسه كده يعني؟ لا هو اللي عشان بطحته كبيره. وعايزه اقول برضو للبنات، اوقات بيبقى الشخصيه التجنبيه او الشخصيه الوسواسيه برضو فيها صفات من النرجسي. انت عشان تفرقي بس، النرجسي مش متعاطف، ده الفيصل. يعني ممكن حتى الشخصيه الحديه فيها سمات من الشخصيه النرجسيه، زي الخوف من الهجر. الاثنين عندهم خوف من الهجر، الاثنين عندهم تقلبات مزاجيه. بس الحاجه الوحيده الفيصل ان النرجسي مش متعاطف. يعني هيشوفك بتموتي تعبانه بتعيطي بتصرخي ويقول لك ايه ده عادي، معلش سلامتك، مش هتلاقيه متعاطف. ولو بين لك انه متعاطف هيبقى بيمثل. اظن انت يعني التمثيل هيبقى واضح. هو مش متعاطف معاكي بقلبه، مش قلقان عليكي. لا، ممكن يسيبك كده تتولعي عادي، يحصل لك اللي يحصل لك، هو مش بيتعاطف. يا جماعه مش عارف دي عايزين ايه تاني. كتالوج النرجسي، والله هنعمله كتالوج. هو تقريبا كده فاضل له كتالوج. الكتاب اللي جاي هيبقى كتالوج، ان وادي شاء فكره الله، الكتاب اللي جاي. اي خدمه. ان شاء الله. احنا ممكن نضيف حاجه عن النرجسي ولا نرحمه شويه، لان هو تعب معانا الحلقتين دول، يستاهل. بس مش عايزين يديله اكبر من حجمه. هو كده النرجسي اتغلف بورقه سلوفان. هو اوريدي تعرف هنجيبه وعلى فكره ازاي. هو جذاب زي ما انت قلت. يعني هو يشد البنت، فاهمني؟ ما خلاص بس بقى، اه جذاب متعلق كذاب كذاب وكذاب. خلاص احنا كده دكتوراه في النرجسي. وعشان نلقط النرجسي هنلاقي لينك دكتوره ماي في الديسكريبشن. عجبتك الحلقه؟ هتعمل لايك، اه هتعمل سبسكرايب. مش هنتابع من بعيد يعني. الناس الكاريزما اللي بتتفرج من غير سبسكرايب، جس وات، هو ببلاش الحمد لله، ده لسه ببلاش. لايك سبسكرايب. هننزل على السوشيال هنلاقي لينكات، هنفولو على كله، هنلاقي لينك صفحه الدكتوره مي. تاني، الجلسات بنات وسيدات. اي حد فيه في حياته حد نرجسي، اي حد حاسس بهبو كده حد نرجسي داخل عليه، قبل ما يرد على الواتساب هيتواصل مع دكتوره مي، ونشوف بقى ساعتها هرد عليه ولا لا. شكرا لكل مستمعينا، وان شاء الله انا اسف عن اننا طولنا، وباذن الله الحلقه الجايه مش هتطول. سلام.